كل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد، وأمنياتنا أن يعم السلام والرخاء والطمأنينة في بلدنا الحبيب السودان. وعاطر التحايا لكل الأخوة والزملاء في السودان والأهل. الاسم بالكامل صلاح الدين محمد عبد الرحمن، من مواليد مدينة كوستي الحبيبة. المراحل التعليمية كلها في كوستي، ابتدائي مدرسة حي عسري نمرة 6، الثانوي الأهلية الثانوية، الثانوي العالي في وقتنا ذاك كان الثانوي العالي اللي هو الثانوية الجديدة، منها إلى المعهد العالي للموسيقى والمسرح سابقا، حاليا كلية الموسيقى للدراما، الموسيقى والدراما. ففي كوستي طبعا كانت الأساس أو اللبنة الأولى اللي هي دي كانت البداية، نقطة البداية كانت من اتحاد الفنانين لغناء بكوستي. وفي الوقت ده كان رئيس النادي أخونا إبراهيم الجاك الله يرحمه، وساعدني كثير والله، يعني حتى الأخوة اللي كانوا معي حتى الفرقة ما دار أذكر أسامي عشان ما أنسى، لأن كل الشباب يعني أنا بحيون وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد. على رأسهم الأخ صلاح محمد أحمد، والآن طبعا هو بقى اتحاد المهن الموسيقية. ففي الفترة دي أنا غنيت لزيدان ولقبت بصلاح زيدان. طبعا أنا عندي مشكلة مع الألقاب كثيرة جدا. لما جيت الخرطوم قال لي تيجي من كوستي، صلاح كوستي برضه ماشي لقب تاني. أسسنا الباليمبو، بقت صلاح ود الباليمبو، هسه حاليا بقت صلاح الباليمبو. لما جيت الخرطوم التقيت بالأخوة في مركز شاوندرمان، على رأسهم أذكر الأخ حسن الماحي، الأستاذ حسن الماحي، وناس العبيد وناس عادل التجاني، ونخبة ممتازة يعني كان من الأخوة الموسيقيين والفنانين، يعني من غير ذكر أسماء. فبرضه كان يعني فترة كانت خصبة، برضه أسسنا فيها أغاني خاصة كانت لسه يعني في جزء، يعني أنا لحد هسه طلعت أغنية واحدة بس عيد ميلاد، يمكن غناها في الحلقة دي بعدين. من الأساتذة اللي أثرت بهم الأستاذ زيدان إبراهيم، والأستاذ حمد الرياح، والأستاذ عبد اللطيف خدير الدلحاوي. طبعا أنا عبد اللطيف تأثرت به في العزف على الأكورديون والألحان، أنا عزفت الأكورديون وأنا طفل تقريبا. بالنسبة لزيدان طبعا زي ما أنا ذكرت في البداية إنه لقبته صلاح زيدان، لأنه في البداية أنا غنيت لزيدان، حتى الحفلات والجروبات كانت في اتحاد الفنانين الكوسي كانت كلها أغنيات زيدان، يعني ده كان زيدان في أوج عظمته يعني. فنحاول نغني لزيدان. قلبك ليه تبدل، قلبك ليه تبدل، ليه ليه تبدل، صدق ليه تحول، صدق ليه تحول، وانا طول عمري مخلص، طول عمري مخلص، يا اخي اول اخر واول. قول وحياة عيونك
غير حبي وحنين وأيامي اللي قضيتها وأيامي اللي قضيتها من عمري والسنين ايه شفتوا مني ايه شفتوا مني غير حبي وحنين وأيامي اللي قضيتها وأيامي اللي قضيتها من عمري والسنين أوصف في جمالك يا ملهم في نوري قلت خلاص نسيت بينك وبيني ما بنساك وحياتك يا خير حبول آخر حبول ومن العشق تريمو سكرت فاذا حناني سكرت فاذا حناني سكرت حياتي فيه يا بهجة شبابي يا بهجة شبابي ومن العشق تريمو سكرت حياتي فيه روحي حول هيمة تطوف تسهر عليه فكري بحب سارح مشغول ديما بيه بمساك وحياتك يا خير حبول آخر قلبك ليه تبدل قلبك ليه تبدل ليه 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 تبدل صدق ليه تحول صدق ليه تحول وانا طول عمري مخلص طول عمري مخلص يا خير حبول آخر حبول آخر حبول آخر حبول آخر حبول آخر حبول آخر حبول بما انه انا اثرت بالاغنيه الحديثه برضه اثرنا باغاني الحقيبه وغنينا الحقيبه وفي الكليه برضه وزعنا اغنيات للحقيبه كورال كده. فعلى سبيل المثال عبيد عبد الرحمن جاهل وديع مغرور في احلام صباه نايم خالي ومسرور دي من اغنيات المحبه وانا احب دائما ارددها وكده يعني. فنسمع منها نموذج يعني. جاهل وديع مغرور في احلام صباه ما عرف الهوى
وصول أخلاق الرضيع في هيبة المنصور ما عرف الهوى. محجور الخدود ما هو الخليع والصفور باهدل الموفور محجور الخدود ما هو الخليع والصفور زاد في نفور واصبح قلبي فيه يدور يمين عصفور ما عرف الهوى. لو ينفع المحزور ما الهوى الضمير المفزور. لو ينفع المحزور ما الهوى الضمير المفزور. قاسي ومنيع مبزور لكن متاه جاهل صغير معزول ما عرف الهوى. وديع مغرور في أحلام صبا نايم كلي ومسرور ما عرف الهوى. نايم كلي ومسرور نايم كلي ومسرور ما عرف الهوى. نايم كلي ومسرور ما عرف الهوى. من المواقف الطريفة كان لنا الوقت ذاك عضو في مركز شباب درمان وكان جاتني حفلة في حي المسالمة ومن حبنا لأغنية الحقيبة فقلت ناس المسالمة دي أنا لازم الليلة أغني لهم لي في المسالمة غزال. ففي الوقت ذاك طبعا احنا كنا في الكلية بنقرا طبعا دراما وموسيقى مع بعض المسرحيين اخواننا المسرحيين. فجات فترة كده بيقلبوا الكلام يعني مثلا دار يقول لك كرتون وشنطة يقول لك شنطون وكرتة. فالحاجة دي احنا قمنا تأثرنا بها. فلما جيت أغني في المسالمة غزال الأول الموسيقى اشتغلت وأنا على أول ما جيت أغني طبعا نافر بغني عليه وجاهل لي في المسالمة غزال. قمت قلت لهم لي في الغزال ما مسال. فكانت طرفة عجيبة والعازفين سألتهم قلت لهم يا اخوانا الخطأ اللي حصل ده الدايركتوري قال لي لا ما في خطأ ما في هنا ممتاز في الرواية ممتاز. لكن على اول ما دخلنا جوا عملنا ريست وجينا الفصل الثاني اول شاب جا قال لي يا اخي غني لنا لو في المثال غزال يا اخي. قلت له والله خيلة دي يا اخي. طبعا قلت ده واحد من الناس اللي ركز في فدي كانت من المواقف الطريفة يعني في اغنيات الحقيبة يعني. بالنسبة لفرقة الباليمبو طبعا احنا الفرقة تأسست عام 1994 وكان مقرنا في الفنون الشعبية وكنا تابعين لوزارة الثقافة. في الوقت ده كان الدكتور أستاذ الجليل الماحي سليمان ربنا يديه الصحة والعافية ونقول له كل عام وأنت بخير وكل سنة وأنت طيب وإن شاء الله ربنا يديك طول العمر. فهو كان مدير الفرقة القومية. نحن جابونا كورال الوقت ده كنا طلبة جابونا كورال على أساس إنه نغني مع الفرقة القومية الآلات الحديثة. ففجأة الدكتور الماحي قام اجتمع بينا كده وقال يا اخوانا انا عاوز اسس اغنيه عاوز اسس فرقه او اوركسترا شعبي. اوركسترا
للآلات الشعبية. فتناقشنا كثير في الحتة دي، ووصلنا إلى حتة إنه الآلات الشعبية السودانية محدودة، يعني زي مكوكي واحد وتر، وزي الأدنغو ما تعرف، يعني آلات محدودة السلالم. بالإضافة لأن أنت عاوز ورشة عشان تنتج بها الآلات أو تصليح فقلنا اقترحنا عليه وقلنا لا، نحن بدنا نعمل أوركسترا آلات شعبية، نعمل فرقة غنائية شعبية، نحن الكورال دي نغني ونجيب لنا نستعين بآلة آلتين، مثلا الطنبور، النقاقير، الباليمبو، على أساس إنه قال خلاص امشوا اديناكم المكتب ده، امشوا اقعدوا اعملوا بروفاتكم، اديتكم 7 يوم بجي شوف تعالوا شنو. فعلا قعدنا في المكتب ده، اخترنا اغنيه من الشرق والغرب والوسط والجنوب، وظبطنا الشغلانه في 3 يوم بس. قلنا له يا استاذ تعال اسمع. فلما جاء سمع انبسط كيف. فدي كانت التاسيس لفرقه الباليمبو، يعني اللغه الاولى. واتذكر حتى في الافتتاح افتتحناهم فرقتين، فرقه القوميه للآلات الموسيقيه والفرقه القوميه للآلات الشعبيه. بعد ذاك طبعا نحن كباليمبو انسلخنا من الفرقه لظروف ما في داعي لذكرها، اسسنا نحن الباليمبو، قمنا ضميناها لاصلاح الموسيقى يعني والحمد لله بقت عده فرق، يعني عبد العاطي عمل فرقه، عادل كوكب عمل فرقه، عنايات عملت فرقه، محمد طلب عمل فرقة، كلية التغانى عملت فرقة، الأحفاد عملت فرقة، يعني ما شاء الله يعني بقت عدة فرق. وده كان الهدف إنه أن إحنا غنانا الشعبي ده نوصله للناس، لأنه نحن بلدنا يعني بلد تتمتع بثقافات عالية جدا وثقافات متنوعة. ليه؟ لأنه السودان قطر كبير ومتعدد الأعراق والأجناس والقبائل، كل بيئة كل منطقة أنت بتشوف بتلقى ناس فنها بيختلف من الناس الثانيين. فالهدف كان إنه نحن نطلع غنانا، والحمد لله يعني الفكرة نجحت، ونقدم نموذج لهنا في الشرق، لهنا الهدندوة تكرورة حليل الشام. قبل ما اغني تكرورة عاوز اوري او اوضح كيف نحن نختار الغنى. كنا بنختار الغنى من البيئه، من المنطقه اللي بنمشي بها، يعني مشينا جنوب السودان، بنختار من الجنوبيين، من الشرق غنيه، من الدينكا غنيه، من النوير غنيه، مثلا مشينا الغرب برضه نختار من اهلنا التعايشه ومن اهلنا البقاره كده، يعني الشرق مثلا نختار من الهدندوة ومن البيجة، يعني من كل بلد. حلفة في الشمال، في الشايقية برضو غنينا برضو، في لكل القبائل، يعني كل بلد نحن نشيلها بنختار منها غنى ونسجله منه، ونجي نقعد نبرب عليه ونتمرن، وبالتالي انا حقدم لكم نموذج تكرار ان شاء الله. تكرار الليل الشامة مل بيدو
بيدو كوباني بيدو كوباني تكرر الليلة شامة مهلا بيدو كوباني تكرر الليلة شامة مهلا بيدو كوباني تكرر الليلة شامة مهلا بيدو احنا طبعا دخلنا المعهد العالي للموسيقى والمسرح سابقا والكلية حاليا عام 1984 85. من دفعتنا كان اتذكر عبد الله شمو، حول منصوري، مريم الله يرحمه يغفر لهم، وان شاء الله ربنا يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وعبد العزيز خطاب، شمد محمد نور، محمد سليمان المسريع، ناجي حسن قاسم. من البنات برضو فتحية، سوريا طبق، وسوريا الشيخ برضو، وعندك سمية، وأكون مقل إذا ما ذكرت واحد يعني استمعهم عذرا. يوم عيدة تنزل الشمعة في الدنيا، يوم ميلاد يوم عيدة تنزل الشمعة في الدنيا، وتزرف من عيون دموع تغطي ياسمين في ايدها، تزرف من عيون دموع تغطي ياسمين في ايدها، وحتى النرجس والهان قلبي مشاعر يريد، حتى النرجس والهان قلبي مشاعر يريد، قلبي مشاعر يريد. غناوينا واتحنا مواويل وهزيجا، كان النور بيتبسم وينشد فيها نشيدة، غناوينا واتحنا مواويل وهزيجا، كانت زهرة بتهني تداعى بخصل عربيدة، كانت زهرة بتهني تداعى بخصل عربيدة، تداعى بخصل عربيدة. تزغرت الشغيريدة، جانا خطاها زي الشاعر يصور حوا في قصيدة، جات النسمة بالأشواق تزغرت الشغيريدة،
جانا خطاها زي الشاعر يصور حوا في قصيدة. كانت بهجة كان بينا وكانت روعة يوم عيدة. كانت بهجة كان بينا وكانت روعة يوم عيدة. كانت روعة يوم عيدة. يوم عيدة تغلى الشمعة في جديدة. يوم ميلاد يوم عيدة تغلى الشمعة في جديدة. وتزرف من عيونها دموع تاخد ياسمين في ايدها. وتزرف من عيونها دموع تاخد ياسمين في ايدها. وحتى النرجس الولهان قلبي مشاعر من ريدة. حتى النرجس الولهان قلبي مشاعر من ريدة. حتى النرجس الولهان قلبي مشاعر من ريدة. بالنسبة للأصوات الجديدة الحمد لله يعني الساحة الفنية والله يعني في أصوات جميلة يعني ما في شك، أصوات جميلة جدا، لكن عاوزة من ياخذ بيدها يعني أنا ناشد الأخوان أو الشباب، أنت دائما انتقي الكلمة الجميلة والملحن القدير المقتدر عشان أنت تخلد يعني الأغنية دي تكون خالدة تخش في تاريخ الموسيقى السودانية. فالاختيار أنت ما نتمنى الناس لما تيجي تختار يعني تفحص وتفحص الأغنية من حيث الكلمات. الأغنية الكلمات لما تكون جميلة أكيد اللحن يكون جميل، الآداء يكون جميل. فأتمنى ذلك يعني. بما أن أنا زي ما ذكرت تأثرت بزيدان محمد ريح، وحقدم أغنية لو عارف زينك للأستاذ محمد ريح عليه الرحمة والمغفرة إن شاء الله، ربنا يجعل قبره ونور الجنة. توهت العيون وريست المشاعر، أنا معاه أكون أنا وراه أكون. الدنيا حلوة بموشة وسرحنا، صبحنا الأماني اتمدد فرحنا. الدنيا حلوة حلوة بموشة وسرحنا، صبحنا الأماني اتمدد فرحنا. والحنية هلت في دنيانا طلت، والحنية هلت في دنيانا طلت،
دنيا نطل في أمر العيون. عشت في خيالنا في وجداننا سلوى. موال البرد غنوها بس من نظرة حلوة. عشت في خيالنا في وجداننا سلوى. يترسم السنين في قلبنا الحنين. ترسم السنين في قلبنا الحنين. في قلبنا الحنين متناس الشوق. معاها نسراها وتوفي الغناوي وداعي بخيالنا مشوار الحكاوي. كنا معاها نسراها وتوفي الغناوي وداعي بخيالنا مشوار الحكاوي. تتلاقوا نياتنا ونقولوا غنياتنا. تلاقوا نياتنا ونقولوا غنيات. ونقولوا غنيات بيكتب العيون. لا 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 لو عارف عيونك، لو عارف عيونك، عارف عيونك توهت العيون وليست المشاعر. أنا معاها بقول أنا